بتوافق وبتشغل حسن معاها، وبتكون ندى طلعت بعد ما ياسر راح دافع عنها، وكمان عزت راح شهد لصالحها. وبنلاحظ ان عزت عاقل جدا، وانه طول الفترة اللي فاتت كان بيمثل عليهم، وكل ده عشان يفضلوا قاعدين معاه. وياسر بيكلم حسن وبيقول له فين العقد، لكن حسن بيقول له العقد هيجيلك بكرة مع عزت بنفسه. حسن يقابل ندى على النيل وبيكونوا فرحانين جدا انهم خلصوا من كل المشاكل، وبيجي لهم اتصال من عزت. ولما ندى بترد بتلاقي هاني السني هو اللي بيكلمها وبيقول لها تعالي بعد نص ساعة ومعاكي الفلوس والبيتكوين والا هقتل عزت. وبالفعل بتروح له على الفيلا وبتدخل، بيقول لها فين الشنطة، بتقول ان الشنطة والفلوس جوه الفيلا، وبيدخل معاها وبتشغله وبتلاقي عزت مربوط في الكرسي، وبتاخده وبتدخل المكتب وتوريله الخزنة. في الوقت ده بيكون حسن دخل وبيفك عزت، وهو بيقول لها افتح الخزنة، بتقول له للأسف الوحيد اللي معاه الباسورد هو عزت، وبيتعصب عليها انت بتلعبيني. واول ما هاني بيشوف حسن وهو بيفك عزت بيهددهم بالسلاح، وحسن بيشتبك معاه. وفي وسط العركة بنسمع صوت ضرب نار وبنلاقي هاني وقع، ونشوف وراه ندى وهي ماسكة البندقية وبتنهار لما بتعرف انها قتلته. لكن عزت بيقول لهم اهربوا انتوا الاتنين انا هتصرف. ولما بيجي البوليس بيقول لهم ان هاني ده هجم عليه وكان عايز يسرقه، واضطر يدافع عن نفسه ويضربه بالبندقية. وساعتها عزت بيطلع بالموضوع لانه يعتبر دفاع شرعي عن النفس، والظابط بيقدر يحل قضية قتل الغفير لما بيلاقوا تحت ضوافر الغفير عينة DNA مطابقة لهاني السني. لكنه بيكون مش مبسوط لأنه لسه محلش باقي القضية. ليه ندى وحسن كانوا بيجروا في ليلة قتل الغفير، حتى الرئيس بتاعه بيلاحظ وبيقول له أهم حاجة جريمة القتل اتحلت، الباقي ده هيظهر بعد كده مع الوقت. وبيلاقي حسن جايله وبيحكي له عن كل حاجة وبيساعده إنه يقبض على الأستاذة اللي بتشتغل في التعديل. والنهاية بتكون سعيدة للجميع. أم إبراهيم ابنها بيطلع من السجن، ندى وأخواتها بيروحوا يعيشوا مع عزت اللي بيكون مبسوط جدا لأنه أخيرا بقى عنده عيلة وناس بتحبه. وبتخلص على صورة جماعية في عيد ميلاد عزت وهو حواليه عيلة كبيرة بعد ما كان لوحده. ولو وصلت معايا لحد هنا وعجبك الملخص اعمل لايك وشير واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في الكومنتات رأيك في المسلسل ده، وقول لي ايه المسلسل اللي تحب ألخصهولك. وادخل على القناة هتلاقي ملخصات لحاجات تانية كتير هتعجبك.